بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا ست في الأربعينات من عمري وعندي ولدين. عندي ولد عمره 16 سنة، وعندي بنت عمرها 19 سنة. واللي أنا شفته خلاني مش قادرة أفكر ولا عارفة أعمل إيه. في يوم الصبح كان عندي شغل كتير في البيت، وبنتي راحت على الجامعة وابني كان معايا. جوزي كان في الشغل. كنت أنا وابني الوحيدنا بس، وأنا ما كنتش واخدة بالي من حاجة، مشغولة جدا بلم الغسيل عشان أحطه في الغسالة، والغسالة طبعا في الحمام. وأول ما دخلت الحمام أنا ما كنتش واخدة بالي إنه في حد جوه، عشان الباب أصلا ما كانش مقفول كويس. واتفاجئ بابني قدامي ما كانش واخد باله وكان مشغول من اللي هو بيعمله. وشفت المنظر قدامي خلاني مش قادرة أتكلم. كنت مصدومة جدا ومش قادرة أنطق كلمة. ابني واقف في الحمام قدام المراية وكان لابس هدوم أخته، ومش أي هدوم، لأ، الحاجات اللي هي بتلبسها الداخلية دي. وكمان كان بيعمل حركات قدام المراية. وأول ما شافني هو شالهم بسرعة. قال لي: بس أنا لقيتهم واقعين في الأرض، أنا مقصودش حاجة. أنا بصراحة مصدومة وما قدرتش أتكلم معاه ولا أقوله أنت عملتي كده ليه، ولا ما ينفعش. فضلت ساكتة. سكت ورحت على أوضتي لحد ما جت بنتي، وما كنتش قادرة أصبر، لازم أحكي لها كل حاجة. ولما قلتلها على المنظر اللي أنا شفته قالت لي: بصراحة يمكن ابنك من النوع اللي انت عارفاهم دول. قلتلها: تقصدي ايه؟ قالت لي: انت فاهمة طبعا، خلي بالك وشوفي ابنك والحقيه. أنا بصراحة اتخضيت أكتر من اللي بتقولهولي بنتي. قالت لي: أنا مش عايزة أخوفك ولا أي حاجة، بس لازم تشوف الموضوع ده، دي حاجة ما يتسكتش عليها. أنا ساعتها مخي ما كانش مستوعب، ما كنتش عارفة أعمل إيه، وكنت عاملة زي المجنونة. جوزي من ساعتها وهو شايفني متغيرة. وكمان ابني في مرة جالي وقال لي: يا ماما، انت زعلانة مني ليه؟ هو انت زعلانة مني عشان اليوم اللي انت شفتيني لابس هدوم اختي؟ هو الفضول بس، انا مقصودش حاجة. ما تكلمتش معاه وما ردتش عليه، ما بقيتش بتكلم معاه اساسا. وهو كل يوم يشرح لي انه الفضول كان عايز يجربهم بس. وانا بصراحة يا ماما كنت بهزر. رديت عليه وقلتله: دي حاجة الناس ما تهزرش فيها، دي حاجة مش لعب. قلتله: مين قال إنها مش صح، وممكن في يوم تبقى من الناس اللي احنا بقينا بنشوفها، لا هو راجل ولا هو ست. قال لي: لأ، مش هتوصل للدرجة دي. وأنا زي ما قلتلك كنت بهزر بس. أنا بصراحة مش عارفة أتعامل معاه، وخايفة أقول لأبوه. عايزة أقول بس خايفة. أنا عارفة جوزي راجل عصبي وممكن يعمل حاجة كده ولا كده، وأنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. ومش عارفة إزاي إنه ابني مش من النوع ده. حتى لو كان كده أرجعه إزاي للطريق الصح؟ أنا من يومها ما بقيتش مرتاحة في حياتي، وبصراحة قلقانة جدا. أنا براقب ابني وما شفتش عليه حاجة تاني من اليوم اللي أنا لقيته في الحمام، بس الموضوع ده ما تكررش تاني. لكن أنا خايفة وقلقانة ومش مرتاحة. خايفة أصدق ابني إنه الموضوع ده كان فضول، وكان عايز يجرب حاجة زي كده. وفي نفس الوقت برجع أقول يمكن يكون كلام بنتي صح، وإنه هو بيضحك عليا عشان أنسى أنا الموضوع. ويمكن يكون عارف إن أنا براقبه، عشان كده هو ما بيعملش أي تصرف
يخليني أشك فيه. أنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه في الموضوع ده. ولما كلمت بنتي تاني قالت لي حاولي تشوفي دكتور وودي ابنك عنده، يمكن هي تقوله إيه الصح وإيه اللي ممكن نعمله في الحالة زي دي. بجد أنا محتارة ومش عارفة أعمل إيه، أقول لأبوه وهو يتصرف معاه ولا أفضل ساكتة وما أقولش حاجة.